يا جماله يا جماله، الحواوشي وجماله وحلاوته، ما شاء الله اللهم بارك. يا مساء النور والسرور، يا جميلات يا حبيبات القلب. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد. تعالوا بقى نحكي حكاوي أنا وملوكة، ونعمل شوية حواوشي خطار. ايه رأيكم؟ نعمل أكل في البيت ونعمل أكلنا الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. هندخل بقى نعمل شوية حواوشي. طبعا الحاجات دي أنا مسجلاها من رمضان. قلت بقى إيه، بحلاوة الستاند الجديد نعمل بقى شوية أكلات حلوين قوي. ما شاء الله الستاند جميل، أنصحكم تجيبوا بيه. دي خلطة الحواوشي. جبت اللحمة المفرومة بتاعتي، بصلاية، قرن فلفل. التتبيلة بتاعت الحواوشي دي خطيرة، جربوها تبقى حلوة قوي. هو مكتوب عليها ايه الطريقة ازاي. تبلت بقى الحواوشي بتاعنا بالبصلة بالتوابل، وهسيبه ايه بقى يستريح شوية. اهم حاجة ان الانسجة بتاعت الحواوشي تكون داخلة مع بعضها. ملوكة بقى عملت السمبوسة. طبعا هي ايه، انا وهي في المطبخ، ربنا ما يحرمناش من بعض ابدا ويخلينا لبعض على طول. هتعمل السمبوسة وهتعمل لكم السلطة وهتعمل لكم الطحين، وانا ايه عليا الحواوشي وبس. ونعمل بقى شوية لسان عصفور جنبيه، وعملنا شوية مقبلات جنبيها. السمبوسة ديت، السلطة، الطحينة، الحاجات دي بتبقى مقبلات للحواوشي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رأيكم لما ندخل في المطبخ سوا كده، ودايما نخلص الحاجة سوا؟ هنا بقى الحاجة دي بقى جميلة 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 جميلة. أنصحكم إن انتوا تعملوها. قطعة الفحم كده لما تتحط على اللحمة المفرومة، ما شاء الله تبارك الرحمن، تدي اللحمة كده ريحة الفحم كده ما شاء الله. وترجعي برضو لما تعملي السندوتشات وتحمريها، تحطي بقى ايه الفحم عليها كمان مرة، قطعة كمان صغيرة. والفحم ده نوعه جميل قوي. على فكرة الفحم أنواع. هنا بقى هنعمل السلطة الطحينة في فحم كده سريع وبيدي ريحة للحاجة، وفي فحم جربناه بعد كده ما كانش كويس جدا. في الفحم أنواع، ما تسترخصوش، استغلوا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى ايه، حطت الطحينة وحطت مية سخنة، وبعدين هتجيبي الزبادي والليمون وتحطهم عليها على طول على الطحينة. ما شاء الله تبارك الرحمن. صليتوا على النبي، استغفرت الله، هفكركم على طول. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا أنا عاملة بقى الخلطة بقى بتاعت الكمون ديت جميلة. هنا برضو هتحطها وتحط بابريكا وهتعصر الليمون. اللهم بارك اللهم بارك. دايما دخلوا البنات المطبخ، دايما علموهم من هم صغيرين. لو ما علمتهمش من هم صغيرين، هتيجي وانت كبيرة تقول لها ناوليني حاجة، تقولك مش عارفة. ما انت اللي كنت بتدخليها، انت اللي ما كنتيش بتدخليها من الأول. هتيجي وهي كبيرة تجيب لك الطلبات؟ لا. دخليها في الأول كده وهي عندها سنتين حتى، ناوليني كذا، طب حطي دي مكان. وحتى في الأوضة بتاعتها روقي الأوضة بتاعتها وهي صغيرة يا شيري. أيوة وهي صغيرة. هتيجي وهي كبيرة هتقولك لا مش داخلة. ما انت اللي قلتي لي أنا مش هدخل، انت اللي قلتي لي من الأول أنا مش هدخل، وتحوشيني وأنا صغيرة. ومش هتتعلم وهتتنيها طول النهار قاعدة على الموبايل. لا، روقي دولابك، نفضي السرير، تبشيري الشوز بتاعك دخليه جوه. هتلاقي الحاجة بتاعتك تلاقيها لما تكبر ايدك في كل حاجة. وخلي بينكم كده ترابط، وخلي بينكم محبة كده. ودايما في دعائك وفي سجودك قولي اللهم اجعلهم برين بيا، اللهم اجعلهم برين بيا حتى آخر يوم في عمري. هتلاقي الدنيا كلها دايما اذكري ولادك على طول. خلي المحبة بينكم، خلي الود بينكم. هتلاقيهم طالعين طول عمرهم بيحبوكوا ويودوكوا. ما شاء الله تبارك الرحمن. قطعنا العيش بتاع الحواوشي بيبقى فاتح شوية عن العيش العادي. اللهم بارك. طبعا انا لبست الكيس ده لان انا كنت حاطه لهم قرن شطه حامي في قلب الحواوشي. احنا ما بنحبش الحامي، بس اللهم بارك القرن الشطه او هريسه الشطه بتخلي الحاجه
حاجة صغيرة كده. إحنا من النوع اللي ما بنحبش الشطة أوي، بس بتدّي طعم، بتدّي طراوة كده للحاجة. ما شاء الله تبارك الرحمن عملنا الساندوتشات بتاعتنا، نبدأ بقى نحط حتة زبدة في قلب الطاسة ونحمّر الساندوتشات، وكنا بقى عاملين العصير جنبيها. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم بخير، كل سنة وأنتم في أحسن صحة وأحسن حال. ربنا يبارك في عمركم، ربنا يبارك في ولادكم، ويسعد أيامكم ويبارك لكم فيهم يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى ملوكتي ما بتحطش السمبوسة في قلب الزيت، ولا بتحط البطاطس في قلب الزيت. هنا بقى هنحط السمبوسة في قلب الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن. إن المكونات بتاعت السمبوسة كانت جبنة موتزاريلا وجبنة قريش أو جبنة قديمة وزيتون. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا شكلها طالع جميل ازاي. اللهم بارك، اللهم بارك عليه. ملوكة بتحب السمبوسة في قلب الفرن، والبطاطس في قلب الفرن، والفراخ مشوية. تحب تاكل أكل صحي معمول بالزبدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا برضو حطينا حتة زبدة مع الزيت. اللهم بارك. الحواوشي كان طالع زي ما انتم شايفين، كانت أكلة بسيطة وجميلة. على فكرة الأكلات بقى من هنا ورايح هتبقى الحواوشي، الشاورما، ده على أكل ولادي، على حسب ما ولادي بقى بيحبوا. فإحنا مش من الناس اللي هي بتحب الخضار، وولادي مش من الناس اللي بتحب الخضار. لما برضو ياكلوا الخضار، ياكلوه في قلب الفرن، يعني كله طواجن في قلب الفرن. ولادي لهم أكلات معينة كده، يعني أو أنا اتعودت على كده وعودتهم على كده. أدا الطحينة وأدي السمبوسة والبطاطس في الفرن أهي، شايفين، لا زيت ولا أي حاجة. اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه رأيكم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. اللايك بقى واشتراك في القناة. بحبكم في الله. مع السلامة يا أحلى أخوات.